ازيكم احلى متابعين اللي جوه قناتي وجوه قلبي دايما منورين، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احلى متابعين واحلى اخوات واحلى اصحاب، يا رب دايما يديمكم نعمه في حياتي، وكل الشكر لكم على دعمكم ليا. والناس اللي لسه ما اشتركتش يا ريت تشتركوا وتنورونا عشان تشوفوا ان احنا هنعمل اطباق فاضيه النهارده. لا بصراحه مش هعمل طبق فاضي، هنعمل حاجه حلوه في الطبق ده. بجد الناس اللي لسه ما نورتناش واشتركت، هتشوفوا معانا حاجات حصرية جديدة ان شاء الله، وحاجات حصرية عملناها قبل كده. فياريت تنورونا ولايك واشتراك. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السويس رول بطريقة سهلة قوي للناس اللي زعلانة منهم قوي، اللي ما جربوش اساسا يعملوا الكيك، لان انا عملت الكيك معاكم وقلت لكم هيطلع ناجح معاكم ازاي. بس اللي ما جربوش او الكسلانين شوية هنعمله النهاردة معاهم بطريقة سهلة قوي وبسيطة، ومش هتتعبهم وهتطلع ناجح مضمونة يعني 100%. اول حاجة نسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونشوف محتاجين ايه. محتاجين طبق بولة كده كبيرة فاضية. محتاجين معانا شوية بسكوت كده، بسكويت شاي او بسكويت سادة، اي نوع انت بتستخدميه، اي نوع مربع مستطيل اي حاجة مش هتفرق. هنعمل ايه؟ مش هنكسره النهاردة، هنضربه في الكبة ضرب مبرح، يعني عايزاه بودر ناعم. طبعا انا هطفي، هحط كميه كده في الكبه واضربه. هطفي على بال ما اشغل الكبه لان مش هتستحملوا الصوت، وهرجع اقول لكم لسه هنعمل ايه. كده يا مريا بعد ما ضربته ضرب مبرح في الكبه لغايه لما الحق برقبتي ما عادش جاي عندكم تاني. لا بصي زي ما انت شايفه كده بصراحه هو ضربته قوي لغايه لما بقى يعني تحس ان هو دقيق بودر كده، من غير فرن ولا عجين ولا عجن وخبز وولاد. احنا عملنا اهو العجينه. يلا نشوف هنحط المكون الباقي معانا عليها ايه. بصي بقى هنا معايا نوتيلا، اي نوع نوتيلا، غاليه رخيصه يعني، رديئه مش رديئه، اي نوع نوتيلا. هناخد منها 3 معالق. بفضل النوتيلا يا جماعه في الوصفه دي عن الزبادي وعن القشطه والكلام دوت، علشان لو هيقعد معاكي وقت. النوتيلا طبعا بتبقى فيها مثلا يعني من نوع الحاجات اللي بتستحمل او بتصبر، انما الزبادي او القشطه او الكلام ده طعمها بيغير، ومش كل الناس بتقدر تجيب اللبن المكثف. فالنوتيلا كمان بتديله طعم وتماسك حلو قوي. هنبدا حطيت 3 معالق تقريبا كبار كده. تبداي تقلبيه كويس قوي ان انت تشربيه كله النوتيلا. مش هنحط سكر بودر ولا هنحط اي اضافات، لان طبعا البسكوت مسكر، كمان النوتيلا مسكره. فهي كده يعتبر عملنا العجينه. نبدا بقى ايه، نقول بسم الله ونشمر ونعجن. عايزاها تتعجن زي ما تكون عجينه حقيقيه معاكي، يعني تحس ان هي بتكوريها في ايدك كده. دي اهم خطوه من خطوات نجاحها، ان انت تكوريها في ايدك. هوريكي دلوقتي بعد ما تعجنيها إيه، تكوريها في ايدك تلاقيها بتتكور، مش تلاقيها بتفرك. ما كورتش معاكي تبقى عايزه كمان معلقه نوتيلا، تديلها كمان معلقه. لو تلاقيتي معاكي حته مثلا خشنه زي دي كده تفركيها بايدك عادي. كده يا مريم بعد ما عجنتها كويس قوي وشربت كل البسكويت، بصي بقى بعجن وانا تحسي ان انا بفرك كده، يعني تحسي ان انت بتفركي وانت بتعجني، ان انت تدخلي كل النوتيلا جوه البسكويت. بصي بالشكل ده ان انت بتصبعيها معاكي بتلاقيها صبعت كده تمام. العجينه كده يبقى انت عرفتي. بصي اهي كورت معاكي، تكوريها تكور معاكي، يبقى انت عرفتي كده ان هي ناجحه. لو تلاقيتيها بتفرك منك وما بتعمل كده منك، مهما تمسكيها كده او تكوريها بتفرك منك، يبقى هي لسه عايزه شويه نوتيلا. كده يا مريم بعد ما غسلت ايدي بقى وسبت العجينه او البسكويت ارتاح 5 دقايق، ده كيس تلاجة معايا، كيس تلاجة عادي خالص اهو يا جماعه من اللي احنا بنستخدمه للتفريزات. فتحته وهبدأ انزل معايا الخليط بتاعي.
بعد ما نزلت معايا الخليط كله، تحاولي بقى زي ما انت شايفه كده ان انت تسويه كله يبقى سمك واحد، يعني مش حته رقيقه وحته تخينه. حاولي تلميه كله كده على جنب، تحاولي بالمعلقه كده ان انت تسويه كله يبقى سوا واحد، دي اهم خطوه برضو. وبصي اهم حاجه يبقى كيس التلاجة بس متساوي، ما يبقاش معرج او في كسرات تحت العجينه دي عشان تديكي شكل حلو. اهو بعد ما لميتها كلها في اتجاه واحد اهو، هبدا معايا كيس تلاجة تاني فتحاه. وهنبدا بقى نبطط. هقول لكم على حاجه باركولي بقى، جبت اسمها ايه دي، النشابه الرول. انا الناس اللي كانت معايا في القناه وعارفين عصايه الكريب دي اللي كنت عاملاها نشابه وشغاله معاها في كل حاجه، والله كانت شغاله زي الفل واصيله وغاليه. بس خلاص بقى مش هستغنى عنها طبعا، هستخدمها في حاجات. بس انا بقى كنت مصممه على النشابه اللي هي الرول دي، وبصراحه كل ما كنت انزل السوق ما بتلاقيش الا اللي هي النشابه العاديه. طب ما تجيبي النشابه العاديه، كانت احلى حتى من البتاعه دي. لا هي يا الرول يا بلاش. فالحمد لله كنت نازله الاسبوع اللي فات، كنت موصيه الراجل بتاع الحاجات البلاستيكات والكلام ده عليها، فتلاقيته قال لي انا جبتها. فخلاص بقى يا جماعه خلاص بقى هودع بقى النشابه القديمه، بس برضو هحتفظ بيها كده للذكرى علشان هي بصراحه قامت معايا بالواجب بزياده. بصي هتبداي تضغطي كويس قوي كده بايدك، وتلمي برضو البسكويت كده بجنب، بحيث ان انت تديله شكل مستطيل. حتى لو خرج من النشابه شويه بصوابعك كده ابداي لميه بشكل مستطيل، واضغطي بقى بحيث ان انت تكبسيه كويس كده. يا مرة بعد ما ضغطتها على قد ما قدرت وسويتها كويس ان هي بحيث تبقى عطياني شكل مستطيل، وزي ما انت شايفه كده بايدك تبداي تزقي اي زياده. هبدا اشيل طبقه الكيس الفوقانيه وهخليها على جنب. ده كريم شانتيه ضربه، يعني نص كوبايه كريم شانتيه عليها ربع كوبايه ميه ساقعه ومعلقه صغيره سكر. وممكن ما تحطيش سكر خالص لان هي الخلطه بتاعتنا هتبقى مسكره، فممكن تستغني عن السكر. بس لو عايزه تعادلي الطعم ما تبقاش حته مسخه وحته مسكره، ممكن تحطي نص معلقه صغيره سكر. هبدا افرد الكريمه، بس حاولي تسويها على قد ما تقدري. بصي بقى اهم حاجه معايا الخطوه دي، بسم الله. بصي تبداي تلفي وتضغطي بايدك كده على قد ما تقدري. بصي زي ما انت شايفه كده. بصي على قد ما تقدري هتساوي كده، هتشدي الكيس من تحت زي ما انت شايفه كده. انا بعمل كده، تشدي الكيس من تحت. الخطوه ديت مهمه قوي عشان الرول يطلع ناجح معاكي ويطلع مظبوط. شدي الكيس من تحت واضغطي كده بسباتيولا او بمعلقه او باي حاجه. من هنا برضو بتبداي تضغطي كده يا مريم. بعد ما ضغطتها كده على قد ما قدرت وتحاولي تلميها كده من الجناب، هنرجع الكيس كده عليها. ما تقلقيش خالص لو في تفككات او اي حاجه، كل ده هيتلم لما نحطها في الفريزر. هبدا بقى اجيبها على جنب. ومعايا الخطوه ديت مهمه برضو عشان تطلع ناجحه معاكي. ممكن ورقه استريتش او ممكن ورق فويل زي ما انت شايفه كده. الورق الفويل يا جماعه بيفرق جامد في اي سويس رول او اي حاجه رول بتعمليها.
تبدأي بس تسوي كده عشان ما تبقاش ايه الشكل النهائي مش حلو معانا. وهتبدأي برضو تضغطيها بقى. الورق الفويل ده هو كمان اللي هيظبط لك الشكل، اللي هيبدأ يحكم السويس رول معانا احلى. يعني ابدأي بقى اضغطي هنا واظبطي الشكل اللي انت عايزاه، هيظبط معاكي احلى. الفها كده بالورق الفويل واضغط. بس كده تمام. احنا كده خلصنا السويس رول بتاعنا. هتبداي تحطيه في الفريزر ليله كامله، يعني 12 ساعه او 10 ساعات على الاقل، وبعدين هنرجع نشوف هنعمل ايه. كده يا مريم بعد ما سبتها بالظبط 5 ساعات، طبعا عشان التصوير انت كل ما بتسيبيها وقت اطول بيكون احسن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نفتحها سوا. شوفي النتيجه. هسيب برضه الورقه دي كده عشان محتاجاها. نبدا نشيل النايلون او كيس الثلاجه. بقى عشان مبهدلش الدنيا. معايا هنا دي شوكليت دارك مسيحاها، تقدري برضو تعملي ابيض زي ما انت عايزه. هنبدأ نغطيها كده بالراحه. بس طبعا هي عشان سقعانه الشوكليت هتسقع معاها بسرعه. وقبل ما نفكها طبعا نسيت اقولك الخطوه اللي احنا كنا سايبينها بيها في الفريزر دي. تقدري تسيبيها انتي فتره بقى لو جايلك ضيوف او عايزه تعمليها مثلا تجهزيها قبلها باسبوع او بشهر او كده، تتساب عندك في الفريزر. اول ما تحتاجيها بتطلعيها بتحطي عليها الشوكليت بالطريقه دي. بس كده هي مش محتاجه خالص ان انا اسوي الاطراف، لان هي كده كده الاطراف ما بتتقدمش للضيوف. بس طبعا انا باكلها، هي بتقعد معايا انا، بتلزق فيا انا. تبدأي برضو تدخليها الفريزر بس 5 دقايق ونرجع تاني. كده يا مرايا بعد ما قعدتها 5 دقايق في الفريزر ونقلتها في طبق التقديم زي ما انت شايفه كده. وده بواقي من الكريم شانتيه اللي انا عملته اللي كنت حاشيها بيه. هبدأ اديها خطوط كده بالراحه خالص. التزيين بقى والتشكيل ده بيرجعلك. وممكن تعمليها بشوكليت ابيض او تزينيها بكريم شانتيه وبعدين تعملي الخطوط ديت بشوكليت، يعني زي ما انت حابه التزيين ده. كده يا مرايا بعد ما اديت لها خطوط عرضيه هبدا اديها كده برضو خطوط طوليه بالراحه كده. هعمل برضو معاكي واحد وبعدين اكمل. بسم الله. كده يا مرايا بعد ما اديت لها الخطوط بالطول والعرض كده، يعني عايزه اعمل كده شكل الكرمه ده شوكليت شيبس او زي اللولي كده. هبدأ اعمل اظبط انا شكل الكرمة كده وهوريكي الشكل النهائي. كده يا مرايا بعد ما رصيت على اللولي كشكل كرمة كده، بصي الجمال. هقرب لك من الكاميرا.